هادشي اللي كتشوفوا قدامكم ماشي لقطه من شي فيلم ديال الرعب، هذا واقع خطر من داكشي اللي تقدر تخيل. السجن الحجم ديالو بحال شي مدينه، مسجونين تما الاف اخطر المجرمين في العالم وسط ظروف ما يمكنش تخيلها. ابسط حاجه تقدر تقول عليها هي العذاب فوق الارض. ولكن شنو كاين بصح من ورا هاد الحياط، وكيفاش كيعيشوا هاد المساجين تم، وشكون اللي كيتحكم في المصير ديالهم، واش الحكومه ديال السلفادور بصح حلات المشكل ولا غير صنعت قنبله غادي تقنبل في المستقبل. Cabeza de espalda, tope la cabeza de espalda. Tópese. هادو هما الناس اللي مستحيل يخرجوا للحياه مره اخرى، حبسوهم في واحد من اخطر السجون اللي كاينه في العالم. الاسم ديالو سيكوت، سجن كيخلع بزاف. الرئيس ديال البلاد نجيب بوكيلي قالها بتصريح العباره: هاد البلاصه غادي تكون اخر محطه للعصابات الاجراميه، الناس اللي غيدخلوا ليه مستحيل يخرجوا منه. ولكن السؤال الكبير، واش هاد الشيء فعلا حل المشكله؟ واش السلفادور ولا الدوله بلا جريمه، ولا راه غير داروا واحد القنبله اللي غادي تقنبل شي نهار؟ اليوم غادي ندخلوا لهذا العالم اللي كيخلع، وغادي نشوفوا كيفاش كيتسير هذا السجن، وشنو هما القوانين اللي فيه، وكيفاش كيعيشوا هاد المساجين، واهم حاجه واش هذا هو الحل المثالي باش يحاربوا الجريمه. هذا الفيديو غادي يكون اخطر تحقيق درناه في هذه القناه، بقاو معايا حتى الاخر حيت هذا الشيء غادي يصدمكم. باش نفهموا القصه ديال هذا السجن خاصنا نرجعوا شويه للور ونشوفوا كيفاش السلفادور تحولت من بلاد كتعيش العذاب لبلاد كتسير في طريق الامن. السلفادور بلاد صغيره ولكن كانت معروفه انها واحد من اخطر البلايص في العالم، وكانوا الناس ديالها عايشين في الرعب كل يوم. تصوروا معايا البلاد اللي القتيله فيها ولات شي حاجه عاديه، والخطف ولات شي حاجه روتينيه. Todo el mundo tiene miedo. Nosotros salimos, pero no sabemos si vamos a volver. أكثر من 30 سنة كانت السلفادور كتعتبر من أخطر الدول في العالم، والجريمة كانت فيها بحال شي فيروس منتشر في البلاد. العصابات المسلحة ولات كتحكم في مدن، ما كاين لا بوليس لا قضاء لا أمن. كانت واحد الحرب سرية ما بين الناس العاديين وما بين المجرمين اللي ولا عندهم النفوذ أكثر من الدولة براسها. أخطر العصابات في السلفادور هما MS-13 وباريو 18. جماعة كتعيش فقط على الدم والإجرام والمخدرات والتهريب وما عندهمش القلب. باش تنضم لشي وحدة من هاد العصابات خاصك دير شي جريمة كبيرة بحال تقتل ولا تسرق بالسلاح ولا تغتال شي واحد، يعني يا إما تكون وحش يا إما ما تقدرش تعيش وسطهم. اللي كيحاول ما يبقاش معاهم كيموت، واللي كيغلط في شي حاجة معاهم حتى هو كيموت. هاد العصابات كانوا كيتعاملوا بحال دول داخل الدولة، كانت عندهم محاكم وقوانين ديالهم الخاصة، وحتى الضرائب كانوا كيجمعوها من السكان ديال المدن، يعني الديكتاتورية ديال بصح. تصوروا معايا مدينة كاملة كانت مسيرة من طرف هاد المجرمين. الناس كانوا مضطرين يخلصوا الفدية غير باش يبقاو عايشين في ديروس امان. شي حاجة كتخليك تصور راسك واش الدولة فعلا كانت كتسير هاد البلاد. حتى البوليس كانوا كيخافوا منهم، والمحاكم حتى هي ما كانتش قادرة تحبسهم، حيت اي واحد كان كيدخل للحبس كيعاود يخرج في ظرف ايام قليله. You gotta kill people, you gotta rob, you gotta do what you gotta do to survive. MS-13. And do you have any gang affiliations? Yeah, I'm tattooed up. What is this? Crazy criminal. وسط هاد الفوضى كامله في 2019 واحد الشاب طلع الرئاسه سميتو نجيب بوكيلي،
واللي كان عنده وعد واحد، هو غادي نقضي على العصابات بشكل نهائي. هذا الرئيس دار شي حاجه ما عمر شي حد دارها من قبل، ما بقاش كيفكر في العواقب وما بقاش كيدير الحساب للمنظمات الحقوقيه ولا الضغوط الدوليه. الهدف ديالو الوحيد هو مسح الجريمه نهائيا من السلفادور. من هو أبو كيلا؟ تولى رئاسة السلفادور عام 2019 فيما يلقب نفسه بأروع ديكتاتور في العالم، وحقق شهرة واسعة في البلاد بسبب حملته الشرسة ضد العصابات، والتي تم فيها اعتقال أكثر من 1% من سكان البلاد، غير أن الاتهامات تلاحق إدارته بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. أول حاجة دارها هو إعلان حالة طوارئ. البوليس والجيش خرجوا للزنقة وبدات عملية اعتقال جماعية وحملات أمنية في كاع البلايص. تصوروا معايا في أقل من عامين شدوا أكثر من 64,000 شخص. عملية أمنية واسعة من حوالي 10,000 جندي حاصروا مدينة سويا بانبو في السلفادور كجزء من حملة واسعة النطاق ضد العصابات. واعتقلت أفراد من الشرطة وأفراد من الجيش أكثر من 64,000 من المشتبه بهم، وقامت بتطويق المدينة. ولكن مع هذا العدد الكبير السجون اللي كاين أصلا كانت عامرة، وهنا جا القرار اللي غادي يبدل كل شيء، بناء أكبر سجن في العالم اللي ما عمر شي حد غادي يقدر يخرج منه. سجن سيكوت هو واحد من أخطر المشاريع اللي دارتها السلفادور. السجن جا في واحد البلاصة معزولة والمساحة ديالها 23 هكتار، دايرين بها الأسوار العلو ديالها 11 متر، وعندهم 7 أبراج ديال المراقبة، وكل شيء مجهز بآخر ما كاين في التكنولوجيا. العدد الإجمالي ديال السجناء اللي ممكن يستوعب هو 40,000، ولكن دابا فيه أكثر من 60,000. داخل هذا السجن كاينين 8 ديال المباني الرئيسية، وكل مبنى فيه 32 زنزانة، وكل زنزانة فيها أكثر من 100 شخص، بلا فراش، بلا أغطية، بلا أي وسيلة ديال الراحة. هاد الناس عايشين بحال الحيوانات، لا ضوء لا هواء، حتى الطواليط فيها غير 2 لكل 100 شخص. بمجرد ما السجين كيدخل كيتحيد ليه الاسم ديالو وكيولي مجرد رقم، ما كاين لا مكالمات ولا زيارات ولا اي اتصال بعالم خارجي. ممنوع عليهم يرفعوا الراس، وممنوع عليهم يهضروا، وممنوع عليهم حتى يحلموا بالحريه. اي خطأ بسيط كيتعاقب عليه وبعقوبات قاسيه، وحسب بعض التقارير بعض المساجين ماتوا بسبب الجوع والمرض الداخل في السجن. هاد الناس غادي يبقاو هنا حتى يموتوا. ولكن واش هذا هو الحل؟ الواقع كيقول ان معدلات الجريمه نزل بزاف، والناس بدات كتحس بالامان اكثر، والمدن تنظفات، وحتى الاقتصاد تحسن. المنظمات الحقوقيه كيقولوا ان آلاف الأبرياء تشدوا فقط بسبب الشبهات، والبعض منهم كانوا أطفال وشباب وما عندهمش علاقة بالجريمة. واش كتحارب الجريمة بإجراءات لا إنسانية؟ واش الدول الأخرى غادي تمشي حتى هي في نفس هاد الطريق؟ واش الحل هو السجون ولا خاص تكون حلول أخرى باش يتعالج أصل المشكل؟ جا الوقت باش نعرف الرأي ديالكم، شنو كتشوفوا الحل الصحيح؟ وكونوا صرحاء مع نفسكم وخليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات. واش كتظن أن سجن سيكوت هو الحل المثالي، ولا غير قنبله موقوته غادي تنفجر في المستقبل؟ ما تنساوش تخليو لايك واشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. كان معكم ايوب نور، نشوفكم في فيديو جديد.